اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس ويلقاكم هذا الفيديو كامل بصحة وعافية. جيتكم اليوم بفيديو جديد فيها البنات 3 وصفات. يعني فيه كارنتيتا والخبز ال10 دقائق السائل وتخزين التفاح. هنايا البنات الكارنتيتا كان عندي الكيس هذا تاع الكارنتيتا اللي نحتاجو منه كيلو كارنتيتا، هو الحمص المطحون، وعندنا نص كاس حليب، نص كاس زيت، حبة جامبو، و3 كيلات ماء، وفرماج، والكمون، وشوية ملح. هنايا البنات قيسوا 3 كيلات ماء بكيلة وحدة حمص، تخلطوهم بالفويبيا حتى يذوب الحمص، تحطوهم على نار ناقصة وتخليوهم البنات حتى يختاروا. كي يختاروا البنات تضيفوا الكاس تاع الحليب وتخلطوا مليح. انا هنا يعني ضفت الكاس تاع الحليب، تخلطوا مليح مليح حتى يدخل، وتزيدوا الكاس تاع الزيت، ومن بعد تزيدوا مكعب الجامبو والملح والفرماج. واللي يحب البيض يضيف البيض، انا هنا درتها بلا بيض. وشوفوا كيفاه تحمرت لي الله يبارك، وشوفوا كيفاه درت هذيك القشره. هنا خويا اللي راهو ينحي في القشره هذيك جات تشهي، هنا دهناها بالهريسه وبدينا ناكلو. وهنايا البنات جيت نحط الخبز، نحضر الخبز السائل. هنا درت 2 كيسان حليب دافي كما راكم تلاحظوا، 2 كيسان حليب دافي مع مغرفة صغيرة ملح، مغرفة ماكلة سكر، ومغرفة ما كبيرة كما نقولوا حنا ملعقة تاع الأكل خميرة الخبز، وقلت لكم وحدة سكر مع بياض بيضة، وربع كاس زيت. تبعوا معايا الفيديو. هنايا البنات نضيف كما قلت لكم ملعقة أكل سكر. أنا يسمحوا لي البنات على الصوت لأنه لا قريب راهي مدقدقتني اليوم، راني معليش يعني تنحات لي شوية بصح هكاكم مازالت حاكمة فيا. هنا نضيفو ملعقة كبيرة خميرة الخبز كما راكم تلاحظوا، ملعقة كبيرة خميرة الخبز. وهنايا البنات كي يخمر لكم حاولوا حطوه قدام الفورنو، بما انه الشتاء ورانا مشعلين الفورنوات باه يخمر لكم. وهنايا البنات نحط شوية سينوج، اللي تحب زريعة البسباس ولا الججلانية ولا المهم كل واحد واختياره يحط واش يحب. وهنايا نضيفها البنات فايت شوية للربع، بين الربع والنص تاع الزيت، وخلطوا مليح مليح حتى تدخل الزيت في هذاك الخليط. هنايا البنات البيض الصفار نحطو باه ندهن به من الفوق، والبياض نحطوه. هنايا البنات شوفوا اختكم واش صرالها، لحت بياض البيض والصفار حطيته في هذاك الكاس اللي راني نعبر به. كي جيت نعبر الفرينه تعرفوا قلبت الكوزينه على ذاك الكاس، هو بحذايا فيه صفار البيض، وانا قلبت الكوزينه وما لقيتوش، وليت عبرت بالمغرف. شوفوا البنات 3 كيسان ونص، بويسك انا كنت جربته من قبل هذا الخبز. قبل ما نجربه معاكم جربته، كي نجح لي بقى عاود جربت معاكم. 3 كيسان ونص. انا هنا كي لحت بالمغرف لحت واحد 15 مغرفه معمرين بيا. المهم بالكاس من قبل كي درت وعبرت بالكاس البنات 3 كيسان ونص، وتبقى على حسب الفرينه. دوك نعت لكم القوام تاع العجينه. هنا البنات تخلطوا مليح مليح حتى تدخل الفرينه في المزيج تاعنا. وبالفوي برك ما تستخدموش البنات يديكم نهائيا. هنا تخلطوا مليح. دوك نعت لكم البنات القوام اللي نتحصلوا عليه. حاولوا انكم البنات تدخلوا الفرينه مليح، ما تخليوهاش دير لكم تكتلات. هنايا البنات الفرينه تاعكم لازم تكون مغربله باه ما يدير لكمش هذيك التكتلات. هاو كيما راكم تلاحظوا. وهكذا البنات حاولوا تخلطوا بيا باش تدخل لكم هذيك الفرينه. شوفوا البنات هذا هو القوام تاعو، وما تخافوش منه. دوك كي يطيب تشوفوا النتيجه يجي هايله البنات. هذه الطريقه. ومن بعد شوفوا البنات خلطوه مليح، ومن بعد جيبوا لاسباتيل وحطوا في البلاطو تاعكم. انا هنا البلاطو تاعي كان على بالي بلي ما يلصقش، ما دهنته ما درت له حتى حاجه. تقدروا تفرشوا بابي كويسون ولا تدهنوا بالزبده
والفارينة. هنايا لاسباتيلا راح تعاونكم بزاف انكم ما تخليوش في الصحن، وثانيا راح تعاونكم كي تسويوه في في البلاطو تاعكم. هذه الطريقة شوفوا كيف راني ندير، ومن بعد البنات بداو تسويو فيه. سمحوا لي قلت لكم البنات على الصوت، والله لا غريبه مدايره فيا حاله. هنايا شوفوا بعد ما سويتو تجيبوا هذاك الصفار البيض اللي كنا البياض حطيناه في العجينه، تضيفوا له شويه قهوه، ولا اللي عندها قهوه سريعه الذوبان، وتبداو تدهنوا البنات. هاوي تدهن عادي، ما تقولوش يلصق ولا. معذره الحمد لله. قلت لكم هنايا بعد ما دهنتو كامل نجيو ندهنوه عفوا نرشوه بالسينوج والججلانيه كما راكم تلاحظوا. اسمحوا لي البنات والله الله غالب، يعني كي سقسيتو البارح ما حطيتش فيديو على ما حطيتيش تالمو عودتكم كل نهار نحط مرات فيديو مرات زوج، والله غير اضطريت اني ندير لكم الفيديو. يعني والله طيبت الغدا والخبز يعني بالسيف، وقلت ندير كلشي في الكويزينيار، الخبز الكارانتيزا. قلت مرة واحدة باه ما ندير الماعن بزاف، ما مانيش قادرة صدقوني والله. يعني لا قريب تاع المرة هذه يعني قاوية، يعني تاع صح. دوكا البنات تعاودوا تخليوه يخمر المرة الثانية، ومن بعد تحطوه يطيب على درجة عالية تاع الكوشة، وكل وحدة تعرف الفرن تاعها. انا البنات شعلت له غير من التحت، طاب لي من التحت وتحمر لي من الفوق. شوفوا البنات تقول مسكوتة، والله العظيم تقول مسكوتة، خفيف 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 خفيف. هنايا البنات انا ما شتيش درته في بلاطو كبير بالذمه، لانه خاوتي ما يحبوش الخبز العالي كما قلت لكم المره اللي فاتت. وهنايا البنات هنا كان صاحب خويا ربي يفرحو يعطيه ما يتمنى، جا من حيدوسه وجاب لنا شويه تفاح. ايا قلت معليش نخزنو كيما نقولوا حنا، نحتاجو في الطاجين الحلو، نحتاجو. هنايا قشرت بهذيك القشاره تاع البطاطا، هنا درت الماء راهو في عصير القارص، وتحطوه وديروا البنات عفوا ديروا 2 كيسان ماء مع كاس سكر يغليو 10 دقائق، ومن بعد تحطوا التفاح تاعكم وتحسبوا 20 دقيقه. كي يطيب تنحيوه، ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يولي لكمش عصيده، يقعد لكم تفاحات هكا شادين رواحهم. حاولوا تخيروا هذو اللي بالاغصان. من بعد حطيت هكا 3 4 حبات في البورتمونجي، ونحط في الكونجيلاتور. نديرو في الطاجين الحلو، تقدروا تقدموه هكا في لي فيغين. وهنايا البنات نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تهلاو في رواحكم بزاف بزاف. سلام.